دلوقتي الفيفا تلقى شكوى، هي شكوى وليست قضيه، لان النوع ده من القضايا بيبقى مجرد شكوى، بيبقى حاجه اسمها تبليغ. اسمها ايه؟ تبليغ. وانا حطيت عندي وكتبت موضوع انتهاك الماده 58 والماده 28 من لائحه الانضباط، والايه الاهلي اللي وقع فيه، وايه الاتحاد، وايه الاجراءات، وايه العقوبات المنتظره. العقوبه الخاصه بلجوء نادي للقضاء لادخاله ضد اتحاد الكره للطعن على وعدم احترام القرارات النزاعات الرياضيه، فيها منع من القيد، وفيها خصم نقاط، وفيها هبوط للدرجه الادنى، وفيها ايضا تعليق مثلا مباراه بدون جمهور، فيها تحذير، فيها ممكن وارد. هي تحذير مش وارده هنا، تحذير جايه للاتحاد، بس وارد يطبقها على الاهلي. ليه؟ لان انا بقول لحضراتكم من دلوقتي الاهلي هيروح يسحب القضيه. اكتبوا عندكم الاهلي هيروح يسحب القضيه، مفيش قضيه. فهنا نحن امام فيفا لما يسالوا لا ده هو راح ولما اكتشف انه ضد اللائحه فسحب القضيه عشان الاهلي يهرب من العقوبه، والاتحاد المصري والكره المصريه تهرب بالتجميد. طب ايه اللي في ايد فيفا هنا بقى؟ لعب المحامي ان لا معلش، اتحاد خد موقف سلبي ولم ينفذ القرار الانضباط وتحايل بالتعاون مع لجنه الاستئناف. يبقى انا بطالب بحل الاتحاد، بطالب بتوقيع عقوبه على النادي الاهلي، بطالب ايضا ان اللاعب اصلا المفروض يتوقف، ما كان يشارك في السوبر. كل ده الطلب. اضغط، ممكن تترفض وممكن تتقبل. اضغط، لان في ادله وفي شواهد وفي اعلان رسمي للوزاره، بيان اتحاد الكره مطلع بيان يدينه، الاهلي مطلع بيانات، العريضه اللي مقدمينها وسربوها الاعلام بشعار الاهلي ومحطوطه الكلام زي الفل. كل دي ادله. اضغط وقدم ادلتك. طالب بايقاف القيد على النادي لانه كان يعلم كنادي ان ده غلط وممنوع، وطالب بتوقيع عقوبه على الاتحاد. حقك، وخلي الاتحاد الدولي يديك حقك زي ما اداك حقك في كهرباء. انت يا ابني حقك مش هتاخده من الشله اللي انت شايفها دي، ولا المنظومه اللي بتخدم نادي واحد. اللي انا قلته من قبل فتره، وقلت يا جماعه الغوا الزمالك. تقريبا انا شفت مقطع لاحمد عفيف، ما اعرفش قديم ولا ايه، بس واضح انه جديد. تقريبا قال نفس الكلام. يا جماعه ما نلغي ونخلينا كلنا مع النادي الاوحد على راي عفيفي. وده اللي انا قلته قبل اسبوع. يا جماعه الغوا الزمالك لو الموضوع لادت عليكم، ويخلي راجل كبير في السن يطلع يكايد زي سوري في اللفظ يعني، ويقول كلام يبقى قاصد فيه ضرب الزمالك اللي هو اصلا مش طرف في الماتش، وهو اللي منسحب رفضا للمشاركه في مسرحيه ومهزله. فالغوا يا جماعه، يعني يا جماعه الغوا الزمالك، خلينا كلنا نشجع نادي واحد، واللي مش عاجبه ما يشجعش ويسيب الكوره ويدور بقى على كوره زي في دول ما عندهاش كوره بتشجع بقى برشلونه والريال وبتاع، نتفرج على كوره عالميه يعني. انا عن نفسي بشجع العين، هشجع العين خلاص، الموضوع خلص. وخليكوا كده وافضلوا كايدوا برضه، وهو ما في الزمالك بس افضلوا كايدوا. شوفوا هتكايدوا في مين وهتطلعوا مين ومين هيبقى عدو، والاخ اللي بره ده هيشتغل على اي مؤسسات ايه بالظبط اللي شغال، ما تعرفش لنا الله. بشكر حضراتكم، السلام عليكم. دلوقتي الفيفا تلقى شكوى، هي شكوى وليست قضيه، لان النوع ده من القضايا بيبقى مجرد شكوى، بيبقى حاجه اسمها تبليغ. اسمها ايه؟ تبليغ. وانا حطيت عندي وكتبت موضوع انتهاك الماده 58 والماده 28 من لائحه الانضباط، والايه الاهلي اللي وقع فيه، وايه الاتحاد، وايه الاجراءات، وايه العقوبات المنتظره. العقوبه الخاصه بلجوء نادي للقضاء لادخاله ضد اتحاد الكره للطعن على وعدم احترام القرارات النزاعات